ميشيل شيلي نوتيك معروفة باسم شيلي، كان بيبان إنها عايشة حياة مثالية، عندها زوج بيحبها وبيقف جنبها، و3 بنات بيتربوا في بيت ريفي في مدينة ريموند في ولاية واشنطن. الزوجين دول كانوا معروفين وسط الناس إن هم أهل كرم، دايما فاتحين بيتهم للأهل والأصدقاء والأقارب واللي بيمروا بأي أزمات أو عندهم مشاكل. ولكن اللي محدش يعرفه إن البيت ده هيتحول لمسرح لكوابيس مرعبة. الضيوف اللي كانوا بيدخلوا البيت بتاع شيلي بدأوا يختفوا واحد ورا التاني، ولكن الحقيقة المظلمة اتكشفت لما بنات شيلي نفسهم كسروا حاجز الصمت وعرفوا العالم اللي كان بيحصل في البيت ده. البنات قالوا إن هم تعرضوا لضرب وتعذيب مستمر على إيد أبوهم وأمهم، وإن الضيوف اللي كانوا عايشين في البيت ده ما كانوش ضيوف عاديين ولكنهم كانوا ضحايا برضه. أنا محمد موافي وإنت بتتفرج على كريمنال بالعربي. في 15 إبريل 1954 اتولدت شيلي نوتيك، وطول حياتها ما كانتش بتبعد كتير عن المكان اللي اتولدت فيه اللي هو في مدينة ريموند في ولاية واشنطن. حتى وهي كانت في السجن ل 18 سنة كانت المسافة على بعد 2 ساعات من شمال المكان اللي كانت مولودة فيه. الصحفي الأمريكي جريج ألسون كتب عنها في 2019 كتاب اسمه If You Tell، ودي قصة حقيقية عن القتل وأسرار العيلة الخاصة بشيلي والرابط اللي ما كانش بيتكسر بين الإخوات. الكتاب ده كان بيكشف تفاصيل مرعبة عن حياتها من طفولتها لحد ما أصبحت واحدة من أبشع القاتلات على مر التاريخ. شيلي كانت هي البنت الأكبر وسط 3 أخوات. هي وأخواتها كانوا عايشين مع مامتهم اللي كان اسمها شيرون، واللي كانت مريضة نفسياً ومدمنة على الكحول، وغير إنها كانت بتشرب طول الوقت. بعض أفراد العيلة كانوا شايفين إن هي برضه ممكن تكون شغالة في الدعارة وعايشة حياة خطيرة جداً. البيت ده كان مليان فوضى وما فيهوش أي استقرار خالص، والأسوأ إن لما شيلي كبرت شوية وعندها 6 سنين أمهم ابتدت تبين إنها بتتخلى عنهم، ولكن بدل ما شيلي تحمي اخواتها الصغيرين وتعتني بيهم كانت بتعذبهم. بعد ما امهم اختفت الأطفال دول راحوا يعيشوا مع أبوهم اللي كان اسمه ليس واتسون، ومراته الجديدة اسمها لورا ستولينجس. الصحفي جريج أولسون وصف أبوهم في كتابه وقال إنه كان راجل أعمال ناجح ووسيم وعنده كاريزما، ولكن لما وصل لمرات أبوهم وصفها وقال إنها كانت بتوصف صورة الجمال الأمريكي الكلاسيكي في أيام الخمسينات. ولكن شيلي عمرها ما حبت مرات أبوها خالص، كانت دايما تقول لها في وشها إن هي بتكرهها. ولما كان شيلي عندها 13 سنة والدتها توفت. أبوها وصف الموقف ده بطريقة مأساوية وقال إن شارون اللي هي أم شيلي كانت عايشة مع راجل تاني، والاتنين كانوا مشردين ومدمنين كحول وعايشين في الشارع لحد ما في يوم تم الاعتداء عليها بالضرب لحد الموت. الغريب إن لورا مرات أبو شيلي افتكرت بعدين وقالت شيلي عمرها ما سألت ولا مرة عن مامتها، وبدل ما تحزن أو تبين عنها أي مشاعر شيلي كملت تعذب إخواتها وكانت بتلومهم على أي شيء حتى لو صغير، سواء شغل البيت أو حتى خناقات ملهاش أي لازمة. الوضع كان بيكون أسوأ مع أخوها بول اللي ما كانش بيعرف يسيطر على اندفاعاته وما كانش عنده أي مهارات اجتماعية خالص، ولكن أخوها التاني تشاك فما كانش تقريبا بيتكلم نهائي. شيلي كانت هي صوته في البيت ده، ولكن سلوك شيلي ما وقفش بس عند شقاوة الطفولة. لورا مرات أبوها قالت وصرحت بعدين إن شيلي كانت بتكسر قطع إزاز صغيرة وبتحطها جوه أحذية الأطفال. أي نوع من البشر ممكن يعمل حاجة زي كده. الحقيقة إن شيلي نوتيك ما كانتش ضحية زي ما ممكن بعض الناس يتصور ليهم، لا، هي كانت بتلعب الدور ده وبإتقان. في مارس سنة 1969 شيلي وقتها كان عندها 14 سنة وورت الناس هي ممكن تعمل إيه بجد. في اليوم ده شيلي ما رجعتش البيت بعد المدرسة، وأبوها وزوجته كانوا في حالة من الرعب، فاتصلوا بالمدرسة، والمدرسة هنا بلغتهم إن شيلي محبوسة في مركز احتجاز الأحداث. ولكن المخاوف الكبيرة اللي كانت عندهم ما كانتش حتى قريبة من الحقيقة اللي موجودة دلوقتي. شيلي ما كانتش في ورطة حقيقية، ولكنها اتهمت أبوها إنه اغتصبها. وبعد كده اكتشفت لورا زوجة أبوها نسخة قديمة من كتاب اسمه الاعترافات الحقيقية، وده كان موجود في الغرفة بتاعت شيلي، وكان مكتوب على الغلاف بتاعه عنوان كبير بيقول اتعرضت للاغتصاب وأنا عندي 15 سنة على إيد والدي. ولكن الفحص الطبي اللي بعد كده تم أكد شكوك لورا، واتضح إن شيلي كانت بتكذب في موضوع الاغتصاب ده. وبعد كده اتخذت شيلي على كذا جلسة مع دكتور نفسي، ولكن كل المحاولات دي ما نجحتش، وشيلي رفضت تعترف إن هي مذنبة. ولكن للأسف شيلي فضلت تحاول تدمر حياة كل اللي حواليها. موجات الغضب بتاعتها هنا ما وقفتش، كانت دايما بتعرض إنها تعتني بأولاد الجيران وتقعد معاهم بس عشان تحبسهم في أوضتهم وتخليهم يشيلوا الأساس التقيل من البيت. حتى إنها اتهمت جدها زور بالإساءة إليها. استمر نمط التلاعب والإساءة بتاع شيلي لحد ما كبرت واتجوزت وخلفت بنتين.
البنت الأولى اسمها نيكي والبنت الثانية اسمها سامي، وده لحد ربيع 1982 لما تعرفت على راجل شغال في البحرية اسمه ديفيد نوتيك. وبعد 5 سنين سنة 1987 الاتنين دول اتجوزوا، وفي السنة اللي بعدها شيلي ابتدت تستقبل أول ضحاياها في البيت. أول ضحية استقبلتها شيلي كان سنة 1988، كان ابن أخوها عنده 13 سنة، كان اسمه شين واتسون. والده كان عضو في عصابة موتوسيكلات وكان محبوس في السجن، ووالدته كانت فقيرة وما تقدرش تعتني بيه. شيلي ابتدت تعذب الولد الصغير ده تقريبا من أول يوم، وكان العقاب بيتم على أي شيء حتى لو كان بسيط، زي إن هو ممكن يروح الحمام بدون إذن منها. العقاب كان بيشمل ابن أخوها وكمان بناتها، كانت دايما بتوقفهم عريانين في البرد وتصب عليهم مية. شيلي كانت بتستمتع بتعذيب بناتها نيكي وسامي، والعقوبات كانت كتيرة جدا، منها إن هي ممكن تحبسهم في قفص الكلاب. وفي مرة من المرات ضربت شيلي راس بنتها نيكي في الباب الإزاز وقالت لها شوف انت خلتيني أعمل فيكي إيه. الشخص الوحيد اللي ما كانش بتعذب في البيت ده كان بنتها الرضيعة وكان اسمها توري، ولكن للأسف ده كمان هيتغير بعدين. في الوقت ده كانت بتجبر ابن أخوها وبنتها نيكي إن هم يرقصوا عريانين قدامها وهي بتضحك عليهم، وبعد ما تعذب عيالها وابن أخوها كانت فجأة تحب فيهم وتحضنهم وتشملهم برعايتها كأنها قنبلة من الحب. وفي ديسمبر 1988 بعد كام شهر بس من انتقال ابن أخوها إن هو يعيش معاها، فتحت شيلي بيتها لبنت تانية محتاجة رعاية اسمها كاتي، ودي كانت صاحبة قديمة لشيلي، وفي التوقيت ده بالتحديد كانت فقدت شغلها. شيلي استقبلت صاحبتها القديمة بنفس الطريقة اللي كانت بتستقبل بيها معظم الناس في حياتها، بحرارة وبإيجابية. ولكن كاسي هتكتشف قريب زي كتير من الناس قبلها إن قناع شيلي نوتيك هيقع وبسرعة، وعاشت معاه في البيت ده لمدة 5 سنين كاملين. وهنا بقت كاثي واحدة من ضحايا شيلي، ولأنها ما كانتش لاقية أي مكان تاني تروح له اضطرت تعمل أعمال صعبة جدا وهي عريانة، وتاخد مهدئات بالليل وتنام جنب الأنابيب السخنة في البدروم. وفي سنة 1994 شيلي نوتيك ابتدت تقتل، وفي الوقت ده كاثي كانت فقدت أكتر من 40 كيلو من جسمها كان مليان كدمات وجروح وتقرحات. وبعد ما شيلي ضربتها ضربة وحشية كاثي فضلت فاقدة الوعي لوحدها في البدروم، ولكن شيلي في الوقت ده ما كانتش موجودة في البيت. ولكن ديفيد سمع أصوات غريبة جاية من أوضة الغسيل، ولما دخل لقى كاثي مخنوقة في القيء بتاعها وعينيها راجعين لورا. في الوقت ده ديفيد قلب جسمها على جنب وبدأ يحاول يطلع القيء من بقها بإيده إن هي ممكن تتنفس، ولكن بدون أي فايدة. وبعد 5 دقايق من انعاش القلب الرئوي بتاعها ما كانش فيه أي شك إن كاثي خلاص ماتت. وقال ديفيد بعد كده وصرح أنا كنت عارف إن أنا كان لازم أكلم الطوارئ، ولكن مع كل اللي كان بيحصل أنا كنت خايف إن الشرطة تيجي. ما كنتش عايز شيلي تتورط ولا الأطفال يشوفوا الصدمة دي، ما كنتش عايز حياتهم أو حياتنا إنها تتدمر. أنا كنت في حالة من الذعر بجد وما كنتش عارف أتصرف إزاي. لما شيلي هنا عرفت بموت كاثي أقنعت زوجها وأولادها إن هم هيتسجنوا لو أي حد منهم حكى أو صرح بأي حاجة عن اللي حصل للناس دي. وبأمر من شيلي ديفيد حرق جثة كاثي ورمى الرماد بتاعها. ولما كان حد بيسألهم عن كاثي شيلي كانت بتقول بكل بساطة إن كاثي هربت مع عشيقها، ولكن شين ابن أخوها كان واخد باله من الرعب اللي بيحصل حواليه، وعشان كده في فبراير 1995 عمل خطة إن هو يهرب من البيت ده. شين كان واخد صور لكاثي وهي كانت لسه عايشة في وضعية وهي مجروحة ولسه جسمها ضعيف، وفرج الصور ديت لنيكي بنت شيلي وعرفها ان دي الخطة بتاعته ان هو يوريها للشرطة لما يهرب من البيت. ولكن نيكي في الوقت ده كانت خايفة من اللي ممكن يحصل لها ويحصل له، وبالفعل بلغت والدتها عن الصور دي. وكان رد فعل شيلي ان هي تبلغ جوزها ديفيد ان هو يضرب شين بحاجة على دماغه، وهو نفذ الامر على طول وبالفعل قتلوا شين. وزي ما حصل مع كاثي قبل كده حصل نفس الموضوع مع شين، حرقوا جثته ورموا الرماد بتاعه. سامي نوتيك بعد كده قالت وصرحت قدرة أمي على السيطرة على ديفيد جوزها إن هو راجل ضعيف ما عندوش أي مقاومة، كان ممكن يتجوز حد تاني ويكون شخص سعيد ويكون زوج رائع لحد غير شيلي، لأنه فعلا كان ممكن يكون كده. ولكن بدل من إنه هو يكون كده حياته هو كمان اتدمرت. قبل ما العدالة توصل لهم أخدت عيلة نوتيك ضحية جديدة وهو صديق شيلي رون وودروث، واللي اتنقل إن هو يعيش معاهم في سنة 1999. وزي الباقيين ما أخدش وقت طويل قبل ما شيلي تبدأ التعذيب فيه. وودروث كان راجل كبير عنده 57 سنة وكان بيعاني من إدمان المخدرات. شيلي كانت بتسميه الحياة القذرة البشعة، وكان محتاج يتظبط بنظام يومي من الحبوب والضرب علشان يتعادل في حياته. ما كانش مسموح له ان هو يستخدم الحمام، فكان مضطر ان هو يقضي حاجته بره البيت. في نفس التوقيت ده في سنة 2002 شيلي كانت مسؤولة عن رعاية جيمس ماكاليلي، وده بحار متقاعد عنده 81 سنة. الناس قالت ان بعد ما الكلب بتاعه مات كتب وصيته
وقرر إن هو يسيب لشيلي ميراث يقدر $140,000. ممكن يكون اللي جاي ده صدفة وممكن لأ. جيمس مات بسبب إصابة في دماغه، يقال إنها حصلت بعد ما وقع في البيت، ومع ذلك الشرطة ما قدرتش تربط شيلي بوفاته رسميا. في البيت شيلي كان بتطلب من وودروث إن هو يقطع علاقته بأهله وتجبره إن هو يشرب البول بتاعه، وبعد كده بتأمره إن هو ينط من فوق السطح، ولكنه ما ماتش من إن هو وقع من فوق الدورين دول، ولكنه اتصاب بجروح خطيرة وهو بيعمل كده. وعشان شيلي تعالجه صبت مبيض اللي هو الكلور على الجروح بتاعته، وفي شهر أغسطس سنة 2003 استسلم وودروث للتعذيب ومات. شيلي خفت جثة وودروث في الفريزر وقالت لأصحابها إنه لقى شغل في مدينة اسمها تاكوما. في النهاية ديفيد نوتيك دفن جثته في الحوش بتاع البيت، ولكن اختفاء وودروث هو اللي خلى توري الطفلة اللي كانت رضيعة ودلوقتي بقى عندها 14 سنة تعرف الحقيقة الكاملة اللي بتحصل في البيت بتاعهم. في الوقت ده أخواتها الكبار اتنقلوا علشان يعيشوا بعيد، ولكن توري لما قالت لهم وشرحت لهم اللي بيحصل في البيت شجعوها إن هي تجمع كل الحاجات الخاصة بوودروث علشان يقدروا يقدموا الحاجات ديت للسلطات وللشرطة. وبالفعل توري عملت كده. في سنة 2003 الشرطة حققت في ممتلكات شيلي ولقوا جثة وودروث المدفونة في الحوش بتاع البيت، وفي الوقت ده اتقبض على شيلي وديفيد نوتيك، وده كان في يوم 8 أغسطس من نفس السنة. اعترف ديفيد نوتيك إن هو ضرب شين بالمسدس، وكمان دفن جثة وودروث بعد 5 شهور من وفاة شين، وهنا توجه له تهمة القتل من الدرجة الثانية بسبب إطلاق النار على شين، وبالفعل قضى 13 سنة في السجن. أما شيلي نوتيك فتوجه لها تهم القتل من الدرجة الثانية والقتل غير العمد في وفاة كاثي ووودروث على التوالي، والحكم عليها كان بس 22 سنة مؤبد. وما فاتش وقت طويل قبل ما عائلتها ابتدت تخاف من اللي ممكن يحصل لو شيلي خرجت في أي وقت من السجن. وهنا سامي بنتها قالت لو شيلي ظهرت في يوم من الأيام على باب بيتي ممكن أشوف نفسي بس وأنا بقفل كل الأبواب في وشها وبستخبى في الحمام وبكلم الشرطة بسرعة. دلوقتي نيكي وسامي عايشين في منتصف عمرهم من الأربعينيات في مدينة سياتل. أما توري اللي كانت محتاجة تغير حياتها انتقلت تعيش في كولورادو. وفي سنة 2018 تم إطلاق سراح ديفيد نوتيك بعد ما قضى فترة العقوبة بتاعته، وكلم بناته في الوقت ده يطلب منهم السماح. سامي وتوري بالرغم من كل شيء قالوا إن هم سامحوا والدهم وبيعتبروه إن هو كمان ضحية من ضحايا شيلي نوتيك، ولكن بنته نيكي عمرها ما قبلت اعتذاره وقالت إن بالنسبة ليها الإساءة دي ما تتنسيش ولا تغتفر. وبعد كده بعد ما قضت شيلي 18 سنة في السجن تم إطلاق سراحها من مركز سجن النساء في واشنطن، وده كان في 8 نوفمبر سنة 2022، وفي الوقت ده عمرها كان 68 سنة، ومن ساعتها شيلي موجودة تحت المراقبة. في النهاية شيلي نوتيك اللي عاشت عمرها كله تكسر وتعذب في اللي حواليها لقت نفسها واقفة لوحدها قدام قدرها. كل الوجوه اللي عذبتها كانت بتظهر في الكوابيس بتاعتها، كل صرخة سمعتها من ضحاياها رجعت تتردد في ودنها، وده كان جوه الزنزانة المظلمة اللي كانت عايشة فيها. اتجردت من كل سلطة ومن كل قسوة، والقسوة هنا كانت سلاحها، وبقت مجرد ست مكسورة منبوذة والناس كلها عارفة حكايتها. ما بقاش في حد بيخاف منها وما بقاش في حد بيحبها. النهاية الحقيقية لشيلي ما كانتش السجن أو حكم قضائي، النهاية إن هي تعيش وتموت بدون أي ذكرى طيبة ينساها الكل، وتفضل محفورة في التاريخ كأنها القسوة نفسها، الوحش اللي اتهزم قدام عدالة القدر. انت دلوقتي كنت بتتفرج على كريمنال بالعربي، البرنامج اللي بيجيب لك أبشع القصص عن قضايا مقفولة وقليل اللي اتكلم عنها. لو عجبتك الحلقة دي ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب، وروح شوف الحلقات اللي فاتت واستنانا في الحلقات اللي جاية، وسيب لنا رأيك في كومنت عن الحلقة دي، أو لو حابب تقترح لينا قصة معينة وحابب إن احنا نتكلم عنها سيب لنا تعليق في قسم التعليقات واتكلم عنها. شكرا ليك.